النجم تامر حسني نشر بوستر لفيلمه الجديد تاج واللي هيعرض في موسم عيد الأضحى القادم. وبمجرد انتشار البوستر تلقى العديد من السخرية والانتقادات والتعليقات السلبية بسبب ضعف الديزاين الخاص بيه، واللي وصفوه بأنه مش احترافي، خصوصا إن الفيلم المفروض إنه بيتكلم عن أول سوبر هيرو مصري، وهيكون في شغل موشن جرافيكس كتير. فلو البوستر واللي هو مجرد صورة مش بشكل احترافي، أمال الفيلم نفسه شغل الجرافيك فيه هيكون بأنهي مستوى؟ وبدأ الديزاينر على الفيسبوك إنهم يتحدوا بعض وينزلوا بوسترات تانية. أما النجم الكبير محمد هنيدي فنشر الصورة دي وكتب عليها وقال: المرعي البريمو قريبا في الصيف، سارقين البوستر وحاطين وشي. اي حد هيقول لي البوستر مسروق من فيلم تامر هقول له ايوه، احنا جبنا مصمم سلمناه البوستر واختفى، واكتشفنا بعدها انه سرقه، بس كنا ادينا له فلوس فمضطرين ننزله. فرد عليه تامر عبر حسابه على انستجرام وقال: يا هنيدي احنا غلابة بنشيل اتوبيسات وطيارات، ما نقدرش احنا على البطيخ. وبعدين انت براحتك يا نجم.